نادين يا نادين، يلا اصحي عشان نروح المدرسة. يوه يلا اصحي بقى، انت هتفضلي نايمة كده؟ بقولك ايه يا شهد، روحي انت المدرسة وسيبيني. قومي بقى يا كسولة، انا هشيل من عليكي البطانية عشان تقومي. يوه يا شهد، ما تروحي انت المدرسة وتسيبيني. لا مش هروح المدرسة واسيبك، يلا قومي. يوه عارفاكي زنانة قوي ونشيطة وبتحبي المدرسة ومش هتسيبيني. ماشي يا شهد، يلا هقوم البس اهو. يلا بقى نفطر وناخد السندوتشات ونمشي قبل ما بابا يصحى ويتخانق مع ماما. ايوه يلا بينا، دي الخناقات دي بقت جزء من حياتنا. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا حبايب قلبي، يلا اقعدوا افطروا. بابا صحي ولا لسه نايم؟ لسه نايم طبعا، انا قلت افطركم واحضر لكم اللانش بوكس وتروحوا المدرسه، وبعد كده صحيه عشان نبدا الخناقه بتاعت كل يوم. هو انتوا يا ماما مش عايزين تبطلوا خناقات بقى؟ هعمل ايه بقى، حظي كده هو اللي بيدور على المشاكل. بقول لكم ايه بقى، يلا افطروا عشان تاخدوا مصروفكم وتروحوا المدرسه. اصحابي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يلا حالا اللي ما عملش لايك ينزل تحت الفيديو يعمل لايك، واللي مش مشترك يشترك في القناه، وما تنسوش تكتبوا لي كومنت حلو تقولوا لي رايكم في الفيديو. بحبكم يا اغلى واحلى اخوات في الدنيا. اسيبكم بقى تكملوا الفيديو، يلا اعملوا لايك ما تنسوش. يا هناء، الناس تصحى من النوم تقول صباح الخير، مش انت صاحي بتزعق. صباح الخير يا بابا. كويس ان انت صحيت قبل ما نمشي عشان نفطر مع بعض. مش عايز افطر. انت ليه يا رانيا ما صحتنيش وانا قايل لك صحيني بدري؟ كنت مشغوله بحضر الفطار للبنات عشان يروحوا المدرسه، وبعد كده قلت ابقى صحيك. وبعدين هو حصل ايه يعني؟ هو ما بقاش في نظام في البيت ده ولا ايه؟ ما بقيتيش مهتمه بيا؟ المفروض تشوفي طلباتي انا اول حاجه. بقولك ايه يا نادين، بما ان الخناقه هتطول ومش هتخلص دلوقتي، تعالي نروح احنا المدرسه بدل ما نتاخر. انا تعبه نفسي عشانكم. لا انت مش تعبه نفسك ولا حاجه. عندك حق يا شهد، الخناقه مش هتخلص، يلا بينا. مبسوط كده؟ بتحب انت تعمل مشاكل على الصبح. يا سلام، انت بقى اللي طيبه وملاك قوي على الصبح. انا هطلع البس واروح الشغل، حتى مش عايز افطر. يا سلام، احسن برضو، على الاقل هفطر لوحدي وانا رايقه. يلا يا بنات، هوزع عليكم الامتحان ده عشان احدد مستواكم. ايه ده؟ هو المستر جايب الامتحان صعب كده ليه؟ شهد يا شهد، ممكن تقولي لي الاجابات؟ هقولك الاجابات ازاي يعني؟ المستر هياخد باله ويزعق لنا احنا الاتنين. ينفع كده يا شهد؟ بقى اقولك تقولي لي الاجابات ما ترضيش؟ يعني انت كنت عايزه المستر يزعق لي؟ طب وانت ما تذاكريش ليه؟ ما انت طول اليوم بتلعبي في البيت، مش بتذاكري اصلا. المفروض انت تبقي اختي حبيبتي وخايفه عليا. ما انا فعلا بخاف عليكي، وكل شويه اقولك ذاكري ذاكري وانت مش بتوافقي. تقولي مش دلوقتي، بعدين، اصلي مش عايزه اذاكر دلوقتي. شفتي بقى عملتي في الامتحان؟ برضو انت اللي غلطانه، كان المفروض حتى تغششيني كام سؤال. لا مش المفروض ولا حاجه، المفروض تذاكري. ماشي يا شهد، انا هقول لماما. قولي لها يا نادين انا مش غلطانه. ماما يا ماما. في ايه يا شهد؟ في ايه يا نادين؟ مالكم يا بنات داخلين زعلانين ليه كده؟ كان عندنا امتحان يا ماما، وكان في كام سؤال كده مش عارفاهم، وسألت شهد وما رضيتش تقولي. لا يا ماما، مش كام سؤال ولا حاجة، ده الامتحان كله هي ما كانتش عارفاه. وبصراحة أنا خفت المستر يشوفني ويزعقلي ويديني صفر في الامتحان. نادين بقى زعلانة. وانت ليه يا نادين ما تبقيش عارفه الاجابات زي اختك؟ مش المفروض تذاكري عشان تحلي كويس في الامتحان؟ وانت كمان يا شهد، ما كانش هيجرى حاجه يعني لو اتصرفتي وعرفتي تقولي لها كام سؤال. ايه يا ماما اللي بتقوليه ده بدل ما تزعقي لها وتقولي لها لازم تذاكري وتعاقبيها عشان درجاتها. معلش بقى، حصل خير. نادين لازم تذاكري عشان بعد كده في الامتحان تجيبي درجات كويسه. يلا اطلعوا غيروا لبسكم عشان نتغدى. ماشي يا ماما، هو احنا مش هنستنى بابا ولا ايه؟ ونستناه ليه؟ عشان نتخانق واحنا بنتغدى؟ لا، نتغدى احنا الاول وبعد كده ما يجي يبقى ياكل. حاضر يا ماما. كمال، انت ازاي داخل كده من غير ما تقول سلام عليكم ولا ازيك ولا اي حاجه؟ بقول لك ايه، انا مش فايق، عايز اطلع انام. تطلع تنام؟ يبقى اكيد اتغديت بره وكمان متاخر، وانا اللي مستنياك عشان اتكلم معاك في موضوع مهم. موضوع مهم؟ يبقى خناقه. تصبحي على خير يا هناء، انا مش فايق.
بقى كده ما بتردش عليا؟ طيب انا هسيب لك البيت وامشي، انت لازم تطلقني. انا بقى همشي واروح اعيش عند ماما. كمال انت لازم تطلقني، يعني لازم تطلقني. يا خبر، الخناقة كبيرة قوي المرة دي. ولا كبيرة ولا حاجة، اهي خناقة زي كل مرة. ماشي يا هناء، براحتك، انت طالق اهو، هرتاح منك. احسن برضو، ده انا اللي هرتاح. انا بقى هاخد شنطتي وامشي، وكمان هسيب لك البنات، اتصرف انت معاهم بقى وربيهم. انتوا واقفين هنا وطبعا سمعتوا كل حاجه. يلا يا حبايبي اسيبكم بقى هنا مع بابا. لا يا ماما أرجوكي ما تسيبيناش. أيوة يا ماما، احنا ما نقدرش نعيش من غيرك. لا انا هسيبكم معاه هنا بقى عشان يعرف انا بتعب قد ايه في شغل البيت وتربيتكم. هو في حاجه بالساهل؟ أرجوكي يا ماما خدينا معاكي. يا ماما احنا ما نقدرش نعيش من غيرك. يوه بجد بجد صعبتوا عليا. خلاص يا بنات هاتوا لبسكم بقى وتعالوا معايا، انا كمان بجد مش هقدر اعيش من غيركم. ازيك يا ماما؟ ازيك يا تيتا؟ هناء ايه حبيبتي، مالك؟ في ايه جايه في الوقت المتاخر ده ليه؟ حصل حاجه؟ ايوه يا ماما، اتطلقت انا وكمال. ايه اتطلقت انت وكمال؟ طيب ادخلوا ادخلوا. هو ده كل اللي حصل يا ماما، شفتي؟ معلش يا حبيبتي، ان شاء الله مشكله بسيطه وترجعوا لبعض تاني. لا مستحيل نرجع لبعض تاني، خلاص انا حياتي انتهت بقى معاه لحد كده. صباح الخير يا ماما، معقول صاحيه بنفسك بدري بتحضري الفطار؟ ما انت عارفه يا حبيبتي ان انا بحب اصحى بدري، وكمان صحيت البنات وقلت لهم يلبسوا عشان يفطروا ويروحوا المدرسه. كمان يا ماما صحيت البنات؟ ده انا كنت لسه هحضر الفطار واطلع صحيهم. صحيوا وبيلبسوا ونازلين دلوقتي. يا حبيبتي يا ماما ربنا يخليكي ليا. ايوه كده الواحد يصحى في البيت هنا رايق وفايق من غير مشاكل ووجع دماغ. صباح الخير يا تيتا. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا حبايبي. يلا يا حبايبي نقعد نفطر كلنا، وقولوا لي بقى تحبوا تتغدوا ايه؟ أكلك كله جميل يا تيتا، اعملي اللي انت عايزاه واحنا هناكل. يا سلام يا سلام، اكلك كله جميل يا تيتا. ماشي يا حبايبي، هعمل لكم كل الاكل الحلو ده، انتم منوريني ومسليني، ولو اني بصراحه يعني مش مبسوطه من اللي حصل. خلاص بقى يا ماما، اللي حصل حصل. انا هبتدي حياتي من جديد وهنزل ادور على شغل. وهو انت يعني يا بنتي هتلاقي شغل بالساهل؟ هدور على شغل يا ماما، يعني هو انا هعمل ايه؟ هقعد كده؟ يلا يا حبايبي خدوا المصروف. شكرا يا أحلى تيتا في الدنيا. سلام. مع السلامه يا حبايبي. انا خارجه بقى يا ماما، هروح ادور على شغل. ادعي لي بقى. ربنا معاكي يا بنتي، ان شاء الله تلاقي شغل مناسب. يا رب يا ماما. بقولك ايه يا شهد، أنا مش هحضر الحصة دي وهطلع أقعد فوق. وليه بقى مش عايزة تحضري الحصة؟ أصل المستر رخم، وأنا بصراحة ما كتبتش الواجب، وأكيد هيزعقلي يعني. ما كتبتيش الواجب ازاي؟ مش انتي أخدتي الكراسة تنقلي اللي أنا حليته عشان ما تتعبيش نفسك وتذاكري؟ ما هو أنا بصراحة اتشغلت بقى وما كتبتوش. لا مستحيل، مش للدرجة دي بقى. يعني الحل جاهز ومجرد ان انت هتنقليه كمان ما عملتيهوش. بقولك ايه، روحي انت بقى ادخلي الحصة وسيبيني في حالي، ولو المستر سألك قولي له أي حاجة. معقول دي أختي التوأم مش عارفة ازاي مش طالعالي؟ ايه يا شهد، نديم ما جاتش ولا ايه النهارده؟ لا جت يا مستر، بس هي كانت تعبانة شوية. راحت الحمام عشان تغسل وشها، وبعد كده هتروح الكافيه تشرب حاجة سخنة. لا الف سلامه عليها. ماشي اقعدي يا شهد، يلا طلعوا الكتب بقى عشان نبتدي نشرح الدرس. أخيرا الحصة خلصت، دي حصة رخمة قوي. أما روح بقى الفصل، عندنا حصة ألعاب. على فكرة المستر سألني عليكي وقلت له إن أنت تعبانة. لو شافك بتلعبي بقى في الألعاب دلوقتي هيقول إيه؟ عادي مش مشكلة، خفيت وبقيت كويسة. يلا بقى هاتي الكرة خلينا نلعب. على فكرة يا نادين تصرفاتك دي غلط قوي. يا شهد ما تبقيش أوفر بقى، سيبيني براحتي. عادي يعني هيحصل إيه؟ ولا حاجة يا نادين، أنت حرة. ازيك يا تيتا؟ اهلا اهلا حبايب تيتا. هي ماما رجعت ولا لسه؟ لا لسه ما رجعتش، يلا اطلعوا غيروا لبسكم وارتاحوا شويه لحد ما ماما ترجع ونتغدى كلنا. ماشي يا تيتا. تيتا عايزة أقولك حاجة. قولي يا شهد يا حبيبتي. هو ينفع يا تيتا نادين تهرب من الحصة وتستخبى في الحمام عشان ما عملتش الواجب؟ ليه كده بس يا نادين؟ وما عملتيش الواجب ليه؟ مش تذاكري زي شهد اختك؟ ما هو أنا يا تيتا كنت كسلانة امبارح وتعبانة شوية فما كتبتوش. لا ما كنتيش تعبانة ولا حاجة، انت كسلتي تكتبيه. وكمان المستر لما سألني
اضطريت اكدب واقول له تعبانه. الكلام ده ما يتكررش تاني يا نادين. ما ينفعش يا حبيبتي، لازم تذاكري وتجتهدي عشان تبقي شاطرة زي شهد أختك. شهد دايما بتجيب درجات كويسة عشان بتذاكر، لكن انتي دايما بتلعبي، واللعب مش هيفيدك بحاجة يا حبيبتي. الأجازة طويلة وبالعبي براحتك. يا تيتا بقى، هو انت هتديني محاضره؟ حاضر يا تيتا. هطلع اغير لبسي بقى واستنى ماما. أنا تعبت قوي، يعني خلاص كل الشغل خلص، مش هلاقي ولا إيه؟ أنا مش هيأس، أنا لازم أدور تاني، مش هسمح إن كمال يشمت فيا أبدا. السلام عليكم، ازيك يا ماما؟ وعليكم السلام. أهلا يا حبيبتي، كويس بقى إن انت جيتي وما تأخرتيش. البنات راجعين من المدرسة جعانين ومستنيينك عشان نتغدى. حاضر يا ماما، هطلع أغير لبسي وأنزل. طب بس قولي لي الأول، مالك زعلانة ليه كده؟ زعلانة، لفيت كتير وما لقيتش شغل يا ماما، بس أنا مش هيأس، لسه هدور تاني، هنزل كل يوم لحد ما ألاقي شغل. طيب بقولك إيه، أنا ليا واحد قريبي شغال في شركة كبيرة، هقول له شوف لك شغل معاه في الشركة ويساعدك. طيب وما قلتش ليه يا ماما؟ سايباني من الصبح ألف كده. معلش يا حبيبتي، أصل أنا كنت ناسياه، أصل من زمان ما شفتوش، افتكرته دلوقتي. بعد الغدا إن شاء الله هكلمه وأقول له يشوف لك شغل. يلا اطلعي بقى غيري لبسك ونادي للبنات عشان نتغدى كلنا. حاضر يا ماما. نادين، شهد، يلا يا بنات عشان نتغدى. عملت ايه يا ماما؟ لقيتي شغل؟ لا يا شهد، لسه بدور، بس ماما قالت لي هتكلم واحد قريبها يشوف لي معاه شغل في الشركة اللي هو بيشتغل فيها. طيب يا ماما، عايزه اقول لك حاجه، يا ريت تقولي لنادين من دلوقتي تذاكر وتحل الواجب، عشان هي امبارح ما عملتهوش. نادين، لازم تبقي شاطرة وتذاكري زي أختك، مش معقول انتوا الاتنين توأم، واحدة مجتهدة وممتازة وبتجيب الدرجات النهائية والتانية فاشلة، ينفع كده؟ انا مش فاشله يا ماما، لو سمحتي ما تقوليش عليا كده، انا بس اللي ببقى تعبانه شويه. يا سلام، تعبانه؟ هقول لماما على اللي حصل النهارده؟ لا ما تقوليلهاش. تقولي لي على ايه؟ لا يا ماما، ما فيش حاجه، يلا ننزل نتغدى. تسلم ايدك يا تيتا، الاكل يجنن. ألف هنا يا حبايبي. تسلم ايدك يا ماما، احلى اكل في الدنيا. ماما، بعد الغدا بقى تكلمي قريبك عشان اروح له الشركة بكرة يشوف لي شغل معاه. حاضر يا حبيبتي. نادين، ممكن بقى تقومي من على الكمبيوتر شويه؟ عايزه اقعد. لا لسه ما لحقتش اقعد، سيبيني شويه. لا يا نادين، انت بقالك كتير قاعده، يلا قومي بقى. وبعدين انت ما خلصتيش الواجب بتاعك، يلا قومي ذاكري. يا شهد، طيب خلاص سيبيني شويه، لو ما قمتيش هقول لماما ان انت ما ذاكرتيش وما حلتيش الواجب. يلا خلاص يا رخمه، سبتهولك اهو. انا رخمه؟ ده انت قاعده عليه 24 ساعه. خلاص يا هناء، أنا كلمت قريبي وقال لي أقول لك تروحي له بكرة الشركة عشان يقدمك للمدير ويطلب لك شغل. بجد يا ماما، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. انا هطلع انام بقى عشان اصحى بدري بكرة واروح الشركة. يا رب يا رب الاقي شغل كويس. تصبحي على خير يا ماما. وانتي من أهل الخير يا حبيبتي، أنا كمان هقوم أنام. سلام عليكم، ازيك يا استاذ ابراهيم؟ أهلا وسهلا يا أستاذة هناء، نورت الشركة كلها. متشكرة لحضرتك قوي. هقدر اقابل المدير؟ أيوة طبعا. اتفضلي يا أستاذ فادي، دي الأستاذة هناء قريبتي اللي قلت لك عليها. أهلا وسهلا يا أستاذة هناء، أنت مظهرك كويس، خلاص أنا موافق تشتغلي معانا في الشركة، هتشتغلي في الحسابات. بجد متشكرة لحضرتك قوي. طيب اقدر استلم الشغل من امتى يا حضرة المدير؟ خدها يا إبراهيم ونزلها قسم الحسابات وفهمها هتعمل إيه. أوامرك يا حضرة المدير. اتفضلي معايا يا أستاذة هناء. باركيلي يا ماما، اشتغلت خلاص في الشركة. بجد؟ طيب الحمد لله يا حبيبتي، كتر خيره. إبراهيم أما اتصل بيه بقى أشكره. هستنى بقى البنات اما يرجعوا من المدرسة واقول لهم الخبر الحلو ده، وكمان بالليل هخرجهم بالمناسبة الحلوة دي. سلام عليكم، ازيك يا تيتا؟ ازيك يا تيتا؟ أهلا حبايبي الحلوين. ماما رجعت ولا لسه؟ رجعت يا حبايبي، يلا اطلعوا غيروا لبسكم. ازيك يا ماما؟ ازيك يا ماما؟ اهلا شهد، اهلا نادين. عارفين يا بنات، لولا ان انتوا بناتي وانا حافظاكم كويس قوي كنت اتلخبطت بينكم. لا يا ماما، ده انا عشان بعمل تسريحه مختلفه عن نادين، لكن لو عملنا نفس التسريحه مش هتعرفينا. يا سلام، لا برضه هعرفكم. طبعا يا ماما هتعرفينا، اصل انا مختلفه عن شهد كتير، انا مميزه عنها، مش كده يا ماما؟ بصراحه يا نادين انت مميزه جدا، بتكرهي المدرسه والمذاكره وبتحبي اللعب بس. طب شفت بقى ابقى مميزه ولا لا؟ لا بصراحة انت مميزة قوي، تاخدي الجايزة الكبرى في التميز.
ايه ده بقى؟ افهم كده انكم بتتريقوا عليا؟ لا يا حبيبتي، مش بنتريق ولا حاجة. قوليلي، عملتي ايه النهاردة في المدرسة؟ حليتي الواجب بتاع المدرسين ولا نمت امبارح من غير ما تعمليه؟ لا يا ماما ما تقلقيش، انا مرضتش انام غير لما تخلص كل الواجب. ايوه يا ماما، دي زنانه قوي. يا بنتي انا خايفه عليكي وعايزه مصلحتك، عايزاكي تبقي شاطره وتطلعي الاولى زيي، يبقى احنا الاتنين التوأم اللي بنطلع الاوائل في المدرسه. ما شاء الله عليكي يا شهد يا بنتي، ربنا يكملك بعقلك. عقبالك يا نادين ما تبقي كده زي اختك. المهم بقى، مش عايزاكم تنسوني المفاجأة. انا اتعينت في شركة كبيرة وهاخد مرتب كبير. بجد يا ماما؟ كده بقى هنشتري كل حاجه نفسنا فيها. بالظبط كده، هعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه، وكمان هخرجكم بالليل بقى خروجة حلوة قوي. كمان خروجه حلوه؟ يا ريت يا ماما، احنا ما اتفسحناش من زمان. من دلوقتي يا حبيبتي هعمل لكم كل حاجة. يلا بقى غيروا لبسكم وننزل نتغدى. خليك بقى في حياتك يا كمال واحنا في حياتنا، ما هو انا مش ممكن ارجع لك تاني.